بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب ان شاء الله تكون بخير. آه، ان شاء الله عز وجل هنبدأ في محاضرات الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، وان شاء الله دي هتكون معانا السيشن الاولى. السيشن الاولى طبعا هتكون اغلبها نظري، وهنتدرج بعد كده ان شاء الله للتطبيق العملي، بس ناخدها واحدة واحدة يعني. ان شاء الله هنبدأ في تعريف يعني ايه كلمة OOP. طبعا الاوبجكت اورينتد بروجرامينج فدي معناها كده اوبجكت اورينتد، معلش بس عندي مشكله في الكيبورد، بروجرامينج. فالاو بي ده اختصار لاوبجكت اورينتد بروجرامينج. اوبجكت يعني كائن، اورينتد بروجرامينج البرمجه كائنيه التوجه. تمام، البرمجه كائنيه التوجه. هنا بقى هنعيش ادفنتشر، هنعيش مغامره جميله ولذيذه كده، وهنعرف فعلا ان البرمجه بنعاملوها معامله الكائنات، ليها خصائص زي البشر تماما. فان شاء الله تكون رحله سعيده باذن الله عز وجل. طيب، الاوبجكت اورينتد بروجرامينج هي عباره عن بروجرامينج او عباره عن بروجرامينج بارادايمز، يعني هي عباره عن تصميم برمجي، عباره عن ميثولوجي تو ابلاي، طريقه انا بطبقها على الكود بتاعي. طيب، ايه الجول، ايه الهدف من تطبيق الطريقه دي على الكود؟ دي بتخلي الكود بتاعك مور فلكسبيليتي، اكثر مرونه. ما بتخليش الكود بتاعك سباجيتي كود، يعني كود مثلا في تكرار، كود مش منظم. تمام، لا، انا بنظم الكود بتاعي باستخدام الاو بي، فهي اسمها بروجرامينج بارادايمز. طيب، البروجرامينج بارادايمز دي او التصميم البرمجي في اكتر من حاجه غير الاو بي. عندك حاجه اسمها بروسيرال بروجرامينج، بي بي اور فانكشنال بروجرامينج. دي عباره عن طريقه احنا بنستخدمها علشان ننظم الكود بتاعنا برضو، بس الطريقه دي بتكون غالبيتها عباره عن فانكشنز، احنا بنكول الفانكشنز دي بنستدعيها في المين علشان تنفذ امر معين طبعا، وبتكون تنفيذ الفانكشن دي حاجه اسمها توب تو داون، يعني من فوق لتحت كده. ان شاء الله احنا ماشيين في السيشن هنعرفها باذن الله. طيب، فبيقول لك ان البروجرامينج بارادايمز دي doesn't refer to a specific language. يبقى ما ينفعش تقول لي مثلا ان الاو بي تمثل لغه، لا، هي مش لغه، دي عباره عن تصميم معين انا بستخدمه علشان انظم الكود بتاعي. يبقى البروجرامينج بارادايمز دي not refers to او doesn't refers to any specific language، لا تشير الى لغه معينه. يبقى كده it doesn't refers to معلش a specific language. يبقى هي لا تشير الى لغه معينه او لغه محدده. طيب، البروجرامينج بارادايمز دي عباره عن ستايل اوف بروجرامينج، عباره عن نموذج او طريقه في كتابه الكود البرمجي، عباره عن a way of thinking about software constructions. الطريقه دي انا بركز فيها على كتابه الكود، بحيث ان الكود اي برنامج معاك بيكون مكتوب بايه، يكون الكود بتاعه ده يعني لازم يكون كود منظم، ما ينفع يكون دراي كود. يعني ايه دراي كود؟ الكود ده حرفيا ما فيهوش اي تكرار، ما فيهوش سطر مكتوب مثلا لاين معين مكتوب ملوش لازمه في الكود، لا، الكود بتاعي منسق ومنظم ودراي كود، يعني كلين كود كده. طيب، some languages، في بعض اللغات بتعمل ايه بقى؟ make it easy to write in some paradigms، يعني بتسهل عليك. على سبيل المثال جافا، لغه جافا دي support strongly، تمام، او بي، تدعم بقوه او بي، ولكن ما تدعمش حاجه اسمها بروسيجرال بروجرامينج. البي بي زي الباسكال مثلا بتستخدم البروسيجرال بروجرامينج. ونروح بعيد لي، عندنا السي بلس بلس، السي بلس بلس دي بيسبورت البروسيجرال بروجرامينج وسبورت الاوبجكت اورينتد
بروجرامينج. يعني مش كل اللغات بتدعم بروجرامينج بارادايمز. فاهم الفكره؟ مش كل اللغات بتدعم بروجرامينج بارادايمز. عندنا مثلا حاجه اسمها باسكال، وعندنا حاجه مثلا اسمها فورترين، دول بقى بيدعموا البروسيجرال بروجرامينج. طيب السي بلس بلس وعندنا الجافا بيدعموا الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. عندنا مثلا الفيجوال بيزك، اللغه دي فيجوال بيزك وسي شارب، دول بيدعموا حاجه اسمها ايفنت دريفن. يعني دي كلها ايفنت دريفن، اوبجكت اورينتد بروجرامينج، بروسيجرال بروجرامينج، دي كلها عباره عن بروجرامينج بارادايمز. ولكن مش كل لغه تدعم بروجرامينج بارادايمز. على سبيل المثال ما ينفعش اقول لك ان الجافا بتدعم ايفنت دريفن، بتدعم بارادايم ايفنت دريفن. لا، الجافا بتدعم او بي، صح كده؟ في لغات بتدعم اكثر more than one programming paradigm like C++. السي بلس بلس دي بيسبورت زي ما قلنا كده البي بي بروسيجرال بروجرامينج والاوبجكت اورينتد بروجرامينج. طبعا بيقول لك ان some programming language allows the programmer to apply more than one paradigm. زي ما قلنا ان في بعض لغات البرمجه بتسمح للمبرمج ان هو يستخدم اكثر من programming paradigms. يبقى نركز في الجزء ده كويس علشان نفهمها، لان احنا لو فهمناها نعرف يعني ايه او بي. انا عاوزك من خلال السيشنز اللي جايه كلها ان شاء الله تفهم يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامينج. طيب تعالى بقى ناخد اول طريقه معانا اللي هي عباره عن البروسيجرال بروجرامينج او البي بي. بيقول لك ان البروسيجرال بروجرامينج دي is a paradigm or style of programming. هو عباره عن نموذج او اسلوب احنا بنتبعه. طب بيكون مبني على ايه هذا الاسلوب؟ ركز معايا كده. على سبيل المثال انا عندي ميثود معينه، عندي مثلا ميثود انا بنفذها. الميثود دي فيها امر معين، والله الامر ده لو في فاليديشن شرط اتحقق هيتحقق ذلك الامر، اللي هو امر الطباعه مثلا. فده هيتعمل في ميثود او في فانكشن معينه. تمام؟ على سبيل المثال لو انا كنت عاوز احسب الافريج بتاع مين؟ الافريج بتاع ثلاث اعداد. فانا هعمل ايه؟ رقم واحد بقى اعملها ان انا هعمل ميثود او فانكشن. اعمل فانكشن بس يكون كلام دقيق معانا. الفانكشن دي هتعمل ايه؟ كل اللي هي هتعمله ان هي هتجيب لي السمشن بتاع مين؟ بتاع الثلاث اعداد دول، 3 نمبرز. السمشن بتاع الثلاث اعداد. يبقى انا عملت اول فانكشن علشان تجيب لي مجموع الثلاث اعداد. بعد كده هعمل ميثود ثانيه، تمام، تجيب لي قسمه مجموع الثلاث اعداد على الاثنين. ما انا عاوز احسب المتوسط، صح؟ يبقى المتوسط عباره عن مين؟ عباره عن مجموع الاعداد اللي انت جبتهم لي دول واقسمهم على مين؟ واقسمهم على عددهم، مجموع الاعداد على عددهم. فعلى سبيل المثال كنت مدخل 4 مثلا و5 و6. فانت هتجمع الاربعه مع الخمسه مع السته بالشكل ده وتقسمهم على الثلاثه. عندك 5 و4 9 و6 15 على الثلاثه فيها الخمسه. انا كده جبت الافريج. طيب في ميثود بتعمل كده هسميها مثلا مين؟ يبقى دي عباره عن ميثود كده اسمها مثلا، دي بترجع انتجر على سبيل المثال، هترجع لي مثلا خليها انتجر، واسميها مثلا دي بتحسب السمشن بالشكل ده. فالميثود دي كل اللي هي هتعمله ان هي هتحسب معايا مين؟ السمشن. الميثود الثانيه برضو لو هترجع مثلا دبل، ده على سبيل المثال على فكره، لكن هي مش كده. كان انا بحاول اوضح لك الفكره بتاعه البروسيجرال بروجرامينج. تمام؟ عشان نفهمها بشكل اكثر دقه يعني. دي بتحسب الافريج بتاع مين؟ بتاع الاعداد. يبقى دي كده وصفتها average of 3
نمبرز. كل الوظيفه بتاعتها تحسب الافريج بتاع الثلاث اعداد. طيب انا هعمل ايه بقى علشان استعين بالمجموع؟ مش لسه هروح بقى وهقول له بقى هتجمع لي الثلاث اعداد وبعد كده تقسمهم على 3. لا، ده انا عندي ميثود اوريدي موجوده معايا، فانا هكول على الميثود دي مثلا هنا، هنده عليها في الميثود الثانيه اللي موجوده هنا، فاروح انده عليها. اسمها مين الميثود دي؟ والله اسمها سمشن. الميثود اللي معاك دي اسمها ايه؟ اسمها سمشن. وانت بقى هتحط لها الاعداد بتاعتك. تمام. طيب بعد ما يتنفذ الكود اللي موجود في الميثود اللي اسمها افريج، عندها مثلا هروح استدعي او اكول الميثود افريج دي في مين؟ في المين، علشان اعمل لها اكسكيوشن، اعمل لها تنفيذ. يعني الفكره كلها ابتدت منين؟ الفكره كلها ابتدت ان انا بستدعي فانكشنز، بتعامل مع اوامر في البروسيجرال بروجرامينج، علشان كده احنا بنسموها فانكشنال بروجرامينج، يعني برمجه امريه. يعني زي كانك انت بتحط مجموعه من الاوامر، والاوامر دي بناء عليها انت ايه؟ انت بتكول الفانكشنز او الميثود دي. فده حرفيا مفهوم البروسيجرال بروجرامينج. طيب يا هندسه، بالنسبه للجزء الثاني وهو عباره عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، الاو بي. الاو بي based on concept of object، بيكون قائم على concept، مفهوم object، الشيء. انا لو جيت سالتك يعني بشكل عام كده يعني ايه اوبجكت، هتقول لي والله اوبجكت يعني شيء. طيب هو ايه الشيء ده؟ والله يقول لي قد يكون حاجه اسمها تانجبل وانتانجبل، يعني شيء ملموس وشيء محسوس او غير ملموس. يعني لما اقول لك مثلا البن، والبن ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن تانجبل وعباره عن شيء ملموس. طيب التايم، الوقت عندك مثلا هو شيء انتانجبل، شيء غير ملموس. هو في حد يقدر يلمس الوقت؟ طبعا لا. طيب فده مفهوم الاوبجكت. فانا بكل بساطه بستخدم الاوبجكت ليه؟ بستخدم الاوبجكت علشان اجمع مجموعه من المعلومات والبيانات عن الكائن ده، عن الاوبجكت. فانا بحط في بيانات ومعلومات تفيدني. لما يقول لك مثلا عندنا ستودنت يعني طالب، عاوز حضرتك تقول لي كل المعلومات اللي هي متعلقه بالطالب ده. على سبيل المثال هتقول لي مثلا الاي دي بتاع الطالب، هتقول لي مثلا مثلا هو ساكن فين، يبقى هتقول لي العنوان. هتقول لي مثلا هو مثلا بيدرس في انهي مرحله، فرقه ثانيه ثالثه رابعه. طيب الجي بي بتاعه كام؟ فاحنا لو جينا عملنا الموضوع ده هنعمله ازاي؟ بكل بساطه هعمل مثلا النيم، الاسم بتاع الطالب ده. كيبورد دي بقى النيم، واعمل مثلا الاي دي بتاعه، ومثلا ايه تاني؟ النيم والاي دي. بصوا تعالى نعملها كده احسن. انا هو عندي ستودنت الطالب. الطالب ده انا عاوز احط له مجموعه من المعلومات او البيانات اللي هي هتفيدني. اول حاجه احط النيم بتاع الطالب ده. عندي مثلا برضو الاي دي بتاعه كام، النيم والاي دي مثلا والجي بي بتاعه. انا ممكن اقول لك ايه؟ النيم بتاع الطالب مثلا هو عباره عن مثلا شهاب مثلا. تمام. لو حطيت مثلا الاي دي، يعني ممكن احط مثلا اي رقم كده، اي دي مثلا بالشكل ده. ده الاي دي. طبعا الجي بي ايه ربنا يستر بقى. طبعا مش هقول يعني.
فلو حطينا مثلا يعني اي نسبه اللي هي مثلا اي حد بيحلم بيها مثلا 4 مثلا بالشكل ده. فانا كده جمعت مجموعه من مين؟ من البيانات والمعلومات عن هذا الطالب. فانا ده يعني فورم كامل عن ستودنت، ده اسمه شهاب، اي دي الجي بي بتاعه. انا ممكن اجمع عن طالب تاني اسمه مثلا محمد، احط له الاي دي بتاعه الجي بي بتاعه. ماشي. فانت ممكن تعمل اكتر من شكل حرفيا كده. تمام. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ دي بنسميها حاجه اسمها اتريبيوتس، بنسميها ممبر، بنسميها فيلدز، بنسميها ايتمز. دي كلها اسماء نحن بنطلقها على المعلومات او البيانات اللي احنا بنجمعها. طيب احنا بنتحكم في البيانات دي عن طريق مجموعه من البيهيفيرز، مجموعه من الميثود. لو انا جيت بعد فتره حبيت ان انا يعني مثلا انا انتقلت من سنه لسنه، كنت في سنه اولى بقيت مثلا في سنه ثانيه، انتقلت لسنه ثالثه، فانا اوريدي الجي بي اي مش هيفضل ثابت ان شاء الله، هو ثابت يعني، ولكن عاوز اغيره مثلا. هعمل ايه؟ خلاص في عندنا مجموعه من الميثود بتعمل كده. هذه الميثود بالشكل ده زي مثلا مين؟ حاجه اسمها ست مثلا، واحط لك مثلا نيم بالشكل ده. تمام. احط لك مثلا على سبيل المثال آه، ست مثلا، عملنا ست سمول مثلا الاي دي ست مثلا الجي بي اي. عندنا برضو لو انا لو كده عاوز اعدل في النيم وفي الاي دي وفي الجي بي اي، عندنا حاجه اسمها جيت برضو. دي كلها ميثود هنعرفها واحده واحده، بس انا بقول لك الطريقه اللي احنا هنتعامل معاها مع ايه؟ مع الاوبجكت نفسه. فاهم الفكره؟ بعد مده انا عاوز اعدل على الجي بي اي، هعدل عليه من خلال ميثود خاصه بيه اسمها الست جي بي اي. ست من اسمها ستر، بنسميها حاجه اسمها ميوتيتور. ده هنعرفه بالتفصيل في الانكابسيوليشن ان شاء الله. الديفينيشنز دي كلها انا يعني بقولها دلوقتي بس علشان يعني ايه اوصل لك الصوره بوجه متكامل يعني. تمام. طيب برضو في ميثود اسمها جيت. عندنا مثلا جيت بالشكل ده الجي بي اي مثلا، جيت مثلا الاي دي، عندنا مثلا جيت كده للنيم بالشكل. دي كلها عباره عن ميثود انا اقدر اتحكم فيها واغير من خلالها الاتريبيوتس او الايتمز او الكلاس او الممبرز اللي معانا دي او الفيلدز دي من خلال هذه الميثود. فانا جمعت معلومات عن الطالب. طيب الليسنت ده عباره عن مين؟ عباره عن جنرال فورم، يعني فورم عام. ممكن يكون هذا الطالب اي حد غير اسم شاب، ممكن يكون احمد، محمد، محمود. تمام. دي كلها اسماء مختلفه، انا بس خدت تمبلت نموذج معين عشان اوضح لك بيه الفكره ان احنا بنتعامل ازاي مع مفهوم الاوبجكت. فلو افترضت ان انا عندي كلاس اسمه ستودنت، انا هاخد منه انستنس اوف كلاس، يعني نسخه، انستنس هنسخ من الكلاس ده اوبجكت. مثلها دايما ان انت معاك صوره بتاعت البطاقه بتاعتك، معاك البطاقه، فانت خدت صوره من هذه البطاقه، لكن الاصل هو مين؟ هو البطاقه الحقيقيه اللي هي معايا. طب هل المعلومات اللي معاك في البطاقه دي قابله للتغيير؟ انا ممكن اغيرها في حاله واحده بس، في حاله ان مثلا البطاقه مثلا ضاعت مني او انتهى التاريخ بتاعها وهكذا. ولكن الصوره دي
بتحتوي على المعلومات اللي هي اساسا موجوده في الايه، في البطاقه اللي معاك. فكذلك ينطبق نفس الامر على مفهوم الاوبجكت. الاوبجكت ده هو ما هو الا نسخه من الكلاس اللي معاك علشان ينفذ حاجه معينه. وبعد كده الكومبايلر او البرنامج بتاعك اللي انت الاي دي اللي انت الاي دي اي اللي بتشتغل عليه هيعمل له حاجه اسمها مين؟ خلاص هينهيه، هيعمل له ترمينال بقى. انا خلاص انا استخدمت الاوبجكت ده وعملت مش عارف كام حاجه من خلال الاوبجكت وخلاص خلص الموضوع. انا محتاجه في ايه تاني؟ خلاص. فاوريدي هو الجهاز نفسه بايه؟ بيعمل له ازاله وتنظيف يعني والكلام ده. ان شاء الله هنعرفه شويه قدام برضه. فده مفهوم مين؟ الجزء المتعلق بالاوبجكت. ممكن مثلا يعني انا مش عاوز اتعمق برضه شويه او ادخل في اجزاء اخرى. لو خدنا مثلا مثال تاني على سبيل المثال علشان نوضح فيه الفكره. تعالى بقى يا هندسه الخص لك احنا ازاي بنتعامل او ازاي لما نيجي نديزاين الاوبجكت والحاجات دي هنعملها ازاي. في البدايه كده كان بيكون معانا الاوبجكت، معلش بالشكل ده. ده عباره عن الاوبجكت اللي هو كان اسمه شهاب، اللي هو يعني كان اللي هو كان ايه، كان بيمثل طالب ستودنت. فركز معايا بقى كده. هذا الاوبجكت بيحتوي على مجموعه من الداتا، مجموعه من البيانات، تمام. الاوبجكت ده بيحتوي على مجموعه من الداتا ومجموعه من الاوبريشنز او البيهافيورز. فانا عندنا الاوبجكت في مجموعه من الداتا ومجموعه من الاوبريشنز. ده الاوبجكت اللي معانا. اي اوبجكت انت هتعمله معاه يبص يعني اي مشروع اعرف كده في داتا اللي هي عباره عن مين اللي احنا لسه قلناها من شويه. ما قد تمثل مين الداتا دي؟ قد تمثل بقى اكتر من حاجه. قد تمثل على سبيل المثال فيلدز، وقد تمثل ايتمز، صح كده؟ دي كلها اسامي بمعنى واحد طبعا. ممبرز، وده كله هنعرفه بشكل عملي باذن الله في السيشن اللي جاي. اهم حاجه بس تركز في الجزء النظري ده. والاوبريشنز هي دي اللي عباره عن هذه الميثود اللي معانا بالشكل ده، تمثل اوبريشنز ست والجيت بقى والحاجات دي. ان شاء الله هنعرفها تفصيليا كمان 2 سيشن او كمان سيشن كده، يعني تقريبا الاسبوع اللي جاي واللي بعده ان شاء الله. فدي كل اللي انا عاوز تطلع من السيشن بتاعت النهارده بالمعلومات دي، تطلع بقى فاهم ان الاوبجكت ده بيحتوي على بيانات، على داتا. انا بديل هذه البيانات عن طريق الاوبريشنز، فاهم؟ انا بتعامل مع البيانات دي، انا بتعامل مع الفيلدز او الايتم او الممبرز عن طريق مين؟ عن طريق الاوبريشنز. اقدر اتعامل مع ايه؟ مع ده كله. ولذلك الكومبوننتس بتاعت الاوبجكت داتا اوبريشنز، تمام. ده كان بالنسبه للجزء بتاع النهارده. اتمنى يعني ان احنا نكون قدرنا يعني نفهمه نستوعبه. هو جزء بسيط مقدمه، تمام، بس انا عاوز تفهمها. هنكتفي بيه ان شاء الله. هناخد ده بشكل عملي شويه في السيشن اللي جاي ان شاء الله. السيشن اللي جايه هنتعمق بقى ازاي انا اعمل اوبجكت
تمام. ازاي اقدر استخدم الميثود بتاعت الانكابسوليشن في الاتريبيوتس دي والكلام ده، ازاي اقدر ان انا استدعي اوبجكت من الكلاس واخد انستنس اوف كلاس وهكذا. بقى الكلام ده كله ان شاء الله هيكون في السيشن اللي جايه. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.